ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله باذن الله معانا فيديو الغدا العيد. طبعا ده يتحدث عن نفسه. النهارده ان شاء الله معانا ايه؟ معانا سردين. فاكرين السردين اللي احنا ملحناه مع بعض في قبل رمضان؟ فاكرينه؟ إيه قلت لكم ان احنا هنطلعوه مع بعض اهو. بصوا 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 التمليح عامل ازاي. بصوا بصوا. مش بسم الله ما شاء الله. انا بقى ايه، انا هنضيف لكم واحده بس اطلعها بس ايه معاكم، اوريكم الجسم من جوه عامل ازاي، السردينه من جوه منظرها عامل ازاي. تحفه. عايزه اقول لكم حبه سردين طالعين تحفه. بصوا بصوا المنظر، بصوا الجمال. الله، والله العظيم انا لسه فاتحاه معاكم، ما اعرفش اصلا هو وصل لكده. بصوا الجمال، اظن كده ايه يعني، حاجه روعه. عايزه اقول لكم طعمه بقى زبده وجميل ومش حادق. احنا ما حدقناش حاجه، احنا عملنا الملح بتاعه طلع مظبوط وعاتب كمان. يعني العاتب اللي هو ما يخليكيش تشربي ميه كتير ويتعب الكلى والكلام ده. احنا ناكل الحاجات دي بس ما تضرناش برضو في نفس الوقت. طالع تمليح زي العسل وزي الفل. لا كترنا. بصوا بقى مطرح الكركم والزيت اللي احنا حطيناه. بص حافظ عليه من شو احنا عاملين من امتى؟ من شهر 12 تقريبا مملحينه. شهر رجب. شهر رجب، من شهر رجب. وقلت لكم ساعتها السردين ده احنا هنملحوه هنشعبن منه. لما جيت انا تعبت طبعا زي ما انا قلت لكم، لا شعبنت ولا عملت حاجه. فانا لسه فاتحاه معاكم النهارده زي ما قلت لكم. انا كنت وعدتكم هفتحه معاكم. بصوا بقى المنظر، واللحم الاحمر زبده، زبده والله زبده. بصوا المنظر عامل ازاي. تاكلوه كده ان شاء الله باذن الله بالف عنايه. بس يا رب تكونوا ملحتوا بنفس التكنيك اللي احنا عملناه بيه. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنجيب مع بعض رنجه اهي. نفتح كده الورق اللي هو عمله لنا. اللهم صل على النبي. انا برضو لما جيت نقيت الرنجه بعت يعني قلت ايه، ان انا عايزه رنجه عدبه، مش عايزاها حادقه بصراحه. ما بحب، احنا مش بنحب الحادق عشان طبعا ايه ضرر للجسم وكده. فاحنا مش عايزين نضر جسمنا، ناكل حوادق بس ايه ما نضرش جسمنا. الحاجات العدبه تبقى صحيه شويه عن الحاجات الحادقه قوي. انا بنصحكم نصيحه ايه، غير بقى اللي هو حابب الحاجه تكون حادقه، دي حاجه بقى ترجع له هو. بصوا احنا فرشنا ايه، فرشنا مشمع كده على الرخامه عشان خاطر ايه تلم الزفاره كلها. ده كده طريقه كده اصح حاجه يعني. هننضف كده مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بقى تكون مبطرخه. ان شاء الله باذن الله. ولا مش مبطرخه؟ انتوا هتسيبوها لي ولا لا ايه؟ رجعيها. ارجعها للراجل اقول له خدها. مش مبطرخه صح. نفتح كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبطرخه اهي الحمد لله اهي. لا انا مش بحب البطروخ ده. طب هنعمل ايه بقى؟ البطروخ بحب البطروخ اللي هو المرمل ده. المرمل الحادقه. المرمل انا سالته عليه والله. المرمل قال لي حادق. قلت له لا حادق لا، خلاص انا مش عايزه البطروخ، انا عايزه رنجه تكون عادبه وخلاص، بناقص يعني. مش هنختلف على البطروخ. ايوه نطلع الحاجات دي كده وننضف البطروخ. المرمل بيدي سسبنس كده حلو. طب اعمل، طب ارجعها للراجل يلا. اقول له خدها يلا. اقول له احنا مش عايزينها صح. ده البطروخ بتاعها. هنخليها بقى ايه يعني ان احنا ايه، يبقى اللي قاعد بياكل ما يتعبش بقى في التفصيص. وفي ناس يعني سبحان الله ما بتعرفش تفصص الكلام ده يا جماعه، ما بتعرفش تفصص الرنجه ولا فسيخ ولا الكلام ده. فاحنا بنخلي الكلام ده عشان نحطها كده ايه للاكل على طول. نطلع كده الشوك منها. الشوك اللي هو الكبير ده يطلع. المفروض ان انا كنت البس كلافز بس انا ما بعرفش اشتغل وانا لابساه بصراحه، فانا غصب عني بقى انا الوحيده اللي هقعد بالريحه دي واعاني منها. اديني ليمون. ما شاء الله. الا ليمون. ما تحطوا ايديكم انتوا طب معايا. لما انتوا كده سايبيني اشتغل لوحدي. كده ننضف كده.
اي شوكه بقى كده بصي بتحسسي بايدك كده وتروحي مطلعه الشوك دي. اللي يقعد ياكل بصراحه يدعيلك انك انت مش بتزهقيه في الاكل بقى. اهي كل ده كده شوك يطلع اهو. ممكن كمان تشطفي ايديكي. بص اهو احنا شطفناها، شطفت قصدي ايدي يعني، مش شطفت الرنجه، انا شطفت ايدي وشلت الحاجات السودا اللي كانت بتبقى في الجنب ده. بصوا ما فيهاش شوك. بس هما بقى عايزين الجلد بقى، قالوا لي لا سيب الجلد خلاص اهو. تحط كده. نيجي بقى في الجنب التاني بنشيل الظهر. وانتي بتشيلي الظهر كده لو طلع معاكي الجلد يا حبذا احسن برضو. ماشي اهو. طبعا اللي هنا مفيش شوك اللي غير بس بتبقى اول 2 أو 3 شوكات من الاول هنا، عشان خاطر العظمه بتاعت سلسله الظهر اهو كله مخلي اهو خلاص اتخلى. خلاص اهي بقت كلها نضيفه اهو. ما فيهاش شعر، ما فيهاش شوك يا ولاد. شيلي الحته السودا اللي فيها دي. فين اهي. اهي خلاص اهي. والله نضيفه والله العظيم كلها اهي. خلاص اهي. نحط كده البطروخ كده على جنب. هنجيب كده كمان واحده بنفس الطريقه برضو. انا مش عارفه البطروخ اللي جواها ايه. يلا يا رب تكون اهو. معلومة. بصوا نفس الطريقه بدخل اهو، بطلع على طول على الشوكه. بصوا اهو كده. مرمله. اهو بطروخ شفتي. مرمل. اه شفتي بقى نرجعها له. لا دي لا. طيب بتنضفيه برضو من المصارين بتاعته وتحطيها كده. خلاص. ما لازم رنجة تطلع واحدة كده وواحدة كده، واحدة فيها بطروخ وواحدة لأ اهو. بصي بقيت البطروخ اهو. بالراحه خلاص بس انتي بتحطيه. اهو بالراحة والله انا هسايسه. خلاص اهو. نطلع بقية الشوك سلسلة الظهر. طبعا الجنب ده بيطلع بسرعة معاكي وبينضف عشان احنا مطلعينه في سلسلة الظهر اللي هي دي. تمام. احنا عشان الشوك بقى بس نعرف بقى نخلي كده حته كده صغننه. لا ليه؟ سيبي الجلد. حته صغننه اهي. نوريهم بس لو في حد عايز يخليها من القشر اهي. خلاص اهي خليناها من القشر بقت كده تمام. نيجي بقى ايه للجنب التاني اللي احنا ايه بنطلع منه السلسله نفسها اهي. تعملي كده بتسلكي كده عشان ما تدخيش في الحته دي. طلعي كده اهو بالظبط ده كده يطلع كله كده مره واحده عشان انتي ما تقعديش تطلعي من السلسله الشوك اللي زي ده، فتبقى عندك حاجات بسيطه ما تدوخيش نفسك. وفي ناس بتاخدها برضو تحمرها على النار شويه، تديها كده زي تقليبه كده على النار وهي ماسكاها كده بايديها، تبقى البوتاجاز ولو وعاملاها كده. فاهماني؟ انا ما بحبش اعمل كده بصراحه، بتعمل زفاره جامده جدا في قلب المطبخ، والزفاره دي طبعا بتسرح بره على الشقه، فعشان كده انا ما برضاش اعملها بالطريقه دي. بحس ان زفرتها بتزيد كده. احنا بنطلع الشوك اللي في الجنب ده كده. حبه رنجه بقى خليتيهم وفي وقت نفسه لما تيجي تاكلي تحس ان نفسك انك انت ما فيش حاجه بتضايقك. خلاص نضفنا كله اهو. نشطف ايدينا بقى. هنبدا بقى كده ناخده كمان واحده. ماشي يلا بينا. نضف كده برضو. طشت عليا. هتخلي السكينه داخله كده. بصي السكينه بتخش فين؟ بين الجسم وبعضه اهو. تخليها كده وتروحي ايه فاتحه البطن كده نازله بقى كده اهو بنفس الطريقه دي على تحت اهي. بصي تفصلي بقى الشوك عن السلسله يطلع الجنب ده معاكي نضيف وزي الفل، ما فيهوش يمكن غير شوكه واحده او شوكتين 3 بس كده في الجنب ده. بصي اهو حاجات بسيطه. ليه؟ احنا سيسناها وقطعناها بالسكينه الجنب فصلناه يبقى الشوك في جنب واحد وجنب مخلي على طول كده. تخلصي حالك
تخلصي حالك وتلاقي نفسك ايه ما دختيش يعني مش تقفي تخلي كتير بس. ده دي طلعت برضه هي مرمله اهي اهي. هنسلكوها بس من المعده بتاعتها. خلاص اهي. نضف كده. البطروخ بتاعها يتحط هنا كده على جنب، اللي هوات بقى الناس اللي هما ايه بيحبوا البطاريخ. يقطع دي كده اهي. نشيل الظهر، سلسله الظهر نشيلوها، الشوكه اللي في الجنب نشيلوها. اشيل الشوك دي الظهر لا ده. لا بقى لا. لا ما مفيش شوك خلاص اهي. خلاص الجنب ده بيبقى بسم الله ما شاء الله نضيف، غير الجنب اللي فيه السلسله. شيل بقى السواد ده كله كده كده يعني. تنظيف الحاجات ديت بتبقى عايزه اعتنى شويه وعايزه نظافه جامده بصراحه. فانتوا بقى ايه تخلوا بالكم بقى من الموضوع دوت. وممكن بقى الناس اللي مش عايزه تنظف بايديها كده زي ما انا بعمل يلبسوا بقى كلافزات بقى، لكن انا ما بعرفش انضف وانا لابسه كلافز بصراحه، بيخنقني. احب انضف بايدي عشان احس بالحاجه اهي. بصي خلاص كده مفيش شوكه اهو اهو. بصي كل اللي قبلك في ايدك كده شيليه، انت بتعكسي اتجاه الشوكه وبتطلعي الشوك في ايدك. خلاص بس نضفت. نحط هنا بقى كده كده احنا خلصنا الرنجه. نخش بقى ايه على السردين. طبعا السردين اللي انا ايه فاتحاها معاكم خلاص. بتحكيه بقى كده وينضف. طلع بصراحه حبه سردين والله. انا عايزه اقول لكم انا فرحانه بيهم اصلا. وطبعا الراس انت بتقطعيها ايه. احنا هنا عاملين مشمعه. تضيفي كده برضو. بس السردين انت مش هتخليه، هتحطيه كده بحاله. حط كده بس ده بياخد شطفه ها. يتشطف كده وتحطيه وتعصري بقى عليه بقى ليمون وتحطي نقطه خل وتكتري شويه الليمون عشان تقتلي ايه سميات الحاجات دي. تخليه كله كده بنفس الطريقه دي كله كده. بصوا احنا اهو شطفناه وبنفتح فيه بقى كده خلاص. فتحي كده فيه. بصوا قلبه يا جماعه. بصوا قلبه عامل ازاي. بصوا السردينه عامله ازاي. بصوا العسل. تاكلوا يا رب كده بألف هنا. لو انت عملتيه بنفس التكنيك كده. طبعا ده احنا كنا ايه فاتحينه مع بعض قبل كده اهي. اشيلكوا ديت اشيلها لكم ماشي. اهي. خدت لهم واحده خلاص اهو. بصوا القلب الاحمر اهي. شطفناها وفتحناها كده. بس انا مش هخلي كله بقى انا تعبت اهو. بس كده واعصر لهم بقى عليه ليمون وخل. بس رشه خل كده ونجيب ليمونه قطع ليمونه كده ايه طرنشات. ليمون يكون كبير قطعيه كده طرنشات. دي هتتعصر
اهو تعصر فوق السردين. غرقيه كده ليمون عشان قلنا ايه السميات بتاعت الحوادق دي. خلاص بس. بصوا احنا اهو خرطنا بطاطس وهنحمروها. تمام اهو. طبعا احنا عملنا هنا السردين اهو، انا عملته معاكم بس لسه ما عملتش الرنجه، لسه ما ملحتهاش معاكم، ما رصيتش عليها لا ليمون ولا عصرت عليها اي حاجه لسه. قلت بس احط البطاطس على النار، ولسه كمان هننضف الفسيخ مع بعض. احط البطاطس على النار وننضف معاكم الفسيخ. هنقطع كده ايه الليمون بتاع الرنجه ترانشات، هنقطعوه كده جوليان كده زي ما احنا عاملين. كل ما تكتري ليمون في الحاجه مصلحه لينا على فكره. هي ايه هي تتعصر احسن. نعصروها كده. لسه ما حطيتش خل. ها انا ما بحطش برضو زيت على الحاجه، لا. اجيب لكم خل. حطوا خل. خلاص نوصل بقى الليمونه دي. ليمون وخل، انا ما بحط الزيت بس. نوصل كمان نص الليمونه دي. كده طبق الرنجه ايه خلص. هنخش على الفسيخ اهو. اهو يا يارا هاتيه الفسيخ اهو، لسه ما اتعملش، هنضفه دلوقتي مع بعض. على فكره يا جماعه يارا بتسد مناخيرها عشان خاطر الفسيخ اهو، سدت مناخيرها. الاول ايه ننضف دي كده. طيب الانجاز بس. على الانجاز حاضر. اطلع اجري اهو. اظن اسرع من كده ما لقيتش صح اهو. حلوه الريحه، حلوه الريحه. بلاش تسأليني انا. ايه يا رب بس ده فسيخ يا رب. دي بصي دي جمهوريه مصر العربيه كلها تاكل فسيخ. انا مش من ضمن جمهورية مصر العربية. انت من بره. انا مش عارفه بقى اخواننا العرب بياكلوا فسيخ ولا لا، او يعرفوه ولا لا، انا ما اعرفش بصراحه. يا ريت يبعتوا لي كده ويقولوا لي هم عارفين الفسيخ ده ولا لا. كده احنا بنقطع الراس بقى بتاعته كده. استعفى عليه عشان طبعا ايه انا جايباه عاتب برضه يا جماعه. ها مش جايباه، انا مش جايباه حادق، عاتب برضه. بصوا اللحم بتاعه عامل ازاي من جوه، شايفين الجمال. تجيب الفسيخ بالذات من حد تكون انت واثقه فيه، مش من اي حد. لا ما ده بالذات لازم يتجاب من حد بالظبط. لا ما يتجابش من. بصي كده اهو، شايفين الجمال. مستحسن لو ما تجابش اصلا. يستحسن لو ما تجابش. ده في ناس بتبقى ما بتعرفش تعيط اصلا غير بالفسيخ ده. انت بتتكلمي ازاي اهو. بنعمل كده بس احنا مش بنخليه برضو فاهمين يعني. انا ما بخلوهوش بصراحه، انا بشيل منه كده وبنضفه كده. دي كده بشيل كده وبسيبه بقى بالطريقه دي كده اللي ياكل بقى، عشان انا ايه عندي بيحبوا يلغوصوا شويه في الفسيخ، بس مش يارا. مش يارا بتحب تلغوص، لا. عندي نص العيله بيحبوا يلغوصوا كده في الفسيخ كده ويحسوا ان هم اكلوا بقى، ما بيحبوش مخلي. طبعا انت بتبقي بتجري كده وبتنضفي بالطريقه دي. انا عايزه اخلص عشان يارا ايه صدقني مناخيرها. عارفين مشبك الغسيل؟ هي حاطه على مناخيرها. لا مش يعني مش مشبك وبس، لا، ولابسه لي كمان ماسك. كل ده عشان الفسيخ، بعمل عمليه.
صح؟ انضف تاني ولا كفايه دي؟ انا لو عليا ما تنضفيش فسيخ اصلا، انت بتاخدي رايي. لا صح، ده انا غلطانه. ازاي اخد رايك؟ انا غلطانه اني باخد رايك. اهو. شايفه الجمال يا يارا؟ عايزه اقول لك بصي، بصي الجمال. في احلى من كده فسيخ؟ صح. نفتحه كده برضو. بصي زبده زبده طالع زبده اهو. فتحي كده زي ما احنا فتحنا الرنجه بنفتحه. خلاص اهو. عايزه اقول لكم المطبخ عندي بقى عايز تنظيف، بس يارا غضبانه يعني غضبانه عليه، مش عايزه تنضف لي حاجه. ابعتوا لها بقى وقولوا لها خلي عندك دم ونضفي المطبخ لماما. صح. هي عامله اضراب عليا علشان انا جبت لها فسيخ وهي مش بتحبه. قالت لي لا طالما انت جبتي فسيخ انا مش هنضف مكانك. فانتوا ايه معاكي ربنا رايكم؟ واتنين ملايكة. نعم. معاكي ربنا واتنين ملايكة. سامعين؟ سامعين يا جماعه؟ معايا ربنا واتنين ملايكه، الحمد لله ان انا معايا ربنا. استحالة امد ايدي في زفارة الفسيخ، استحالة. ما هي عملت لي اضراب عشان خاطر كده. ناخده ما كده كفاية كمان. كده بقى. حاضر هناخد دي بس وخلاص. طب يعني بلاش العيله تاكل يعني. اشطف السكينه بس. دي اخر واحده احنا كده هننضفها عشان ننضف تاني بقى. احسن برضه. طب ماشي الله يسامحك. هتندمي يارا لو ما اكلتيش مني. مين دي اللي هتنزل؟ انتي انتي هتندمي. ده انا احسن قرار خدته في حياتي. انا عندي نص العيله ياكلوا فسيخ والنص التاني لا. عاملين زي حكايه يارا كده، يسدوا مناخيرهم بقى وياي ولا لا فسيخ ايه معاكم ربنا، احنا مش بتوع الكلام ده كده يعني، فاهمين؟ لكن على مين بقى؟ احنا بنموت فيه بصراحه. نطفيه كده كله كده مره واحده. القشر ده كده خلاص. اهو. بصوا المنظر، كل واحده طالعه يعني احلى من اختها. زي ما قلت لكم برضو نشق كده الفسيخ كده نفتحوه يبقى كده اهو. دي احنا كده حاطين البطاطس كمان على النار بتحمر معانا. ننضف ده القشره اللي هي السودا دي بنشيلوها. هو العيد يبقى عيد اللي غير بالفسيخ يا جماعه؟ ممكن يبقى يعيد من غير. لا على فكره والله ابعتوا لي كده بالله عليكم، ابعتوا لي كده العيد يبقى عيد من غير فسيخ. ده في ممكن ناس يبقى تقول لك عيد من غير انا فسيخ. مستنيه العيد عشان خاطر الفسيخ بس. نشطف ايدي وارجع لكم. بس احنا عملنا ايه؟ نرص كده الليمون، نحط رشه خل. انا ما بحط الزيت يا جماعه، عايزين تحطوا زيت حطوا، انا ما بحط الزيت. خلاص. نعصر بقى ليمون ونغرق الكلام الجميل ده، كلام القمر ده اللي مزعل يارا كله كده ليمون. عايزه اقول لكم ان هي مش عايزه اصلا تقعد تاكل معانا بسبب الفسيخ. تغرقيها كده ليمون كده عشان احنا متفقين ان احنا نعمل ايه. بصي بقى انا هقول لك كده على نصيحه، تقومي بعد الاكله دي بالذات يعني كوبايه ميه فيها عصره ليمونه، فيها بق خل التفاح. خلاص. عصره ليمونه، خل التفاح، معلقه خل التفاح وعصره ليمونه على كوبايه ميه دافيه ورا الاكل مباشره، دي الاكله دي بالذات. خلاص. تشربيها بعد الاكل. عارفه دي ايه؟ دي دوكس للجسم.
هنطهر بقى الجسم من السموم اللي احنا ايه بناكلها دي. بصوا يا حبايبي، احنا عملنا اهو غدا العيد. عملنا الفسيخ بتاعنا ونضفناه مع بعض وجهزناه. الرنجه جهزناها وقطعنا طماطم جنب منها، والسردين برضو عملناه وجهزناه معاكم. حمرت بطاطس جنب الاكل وقطعت بصل اخضر اهو. خلاص، ده كان ايه فيديو النهارده وغدا العيد. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ربنا يكرمكم ويحسن دايما ما بين ايديكم. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي.